تحياتي لكم أينما كنتم مشاهدينا في كل مكان. في الساعات القليلة الماضية انتشر مقطع فيديو مسرب وفاضح يكشف فضيحة دنيا ساطيفية صانعة المحتوى الجزائرية، ولكم بعض التفاصيل حول ما يحدث. البداية كانت بنشر حسابات مجهولة المصدر لفيديو تم تسريبه ونشره تحت مسمى فيديو دنيا ساطيفية زروادية الفاضح، وهي غير مرتدية الحجاب وفي وضع لا أخلاقي. وسرعان ما تم حذف الفيديو، الأمر الذي دفع الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر للتساؤل عن حقيقة الفيديو. دنيا سطيفية مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي تقدم العديد من الفيديوهات ومقاطع الفيديو عبر اليوتيوب والفيسبوك حول الروتين اليومي للمنزل وتفاصيل مختلفة من التنظيف وإعداد الطعام وما إلى ذلك. وهي جزائرية الجنسية، تعتبر امرأة في الثلاثينيات من عمرها، ساهمت بشكل رائع للغاية في إبراز جمال المرأة العربية، وحققت شهرة واسعة من خلال مقاطع الفيديو الخاصة بها، حيث كانت لديها ملايين المتابعين عبر صفحتها الخاصة. وتمتلك دنيا سطيفية شخصية قوية وجذابة تجعلها محط جذب للجمهور، كما إنها تعمل جاهدة لتوفير محتويات مبتكرة وممتعة لمتابعيها. على الرغم من ذلك فإنها واجهت بعض المشاكل الأخيرة، حيث تم تداول مقطع فيديو تضمنت تعرضها للانتقادات وانتهاكات بعض المتابعين. ويتحدث الناس بشكل واسع في الجزائر عن الفيديو الفاضح الذي يزعم أنه يصور الناشطة دنيا السطيفية بوضعية غير لائقة، وقد اعتبر البعض هذا الفيديو جريمة مخلة بالآداب العامة، وذلك لما يتضمن من صور مركبة تهدف إلى النيل من مصداقية الناشطة وإسقاطها في الرأي العام. ومن جانب آخر قد نفى مصدر مقرب من الناشطة هذا الفيديو، وأكد أن الصور الموجودة به غير منسوبة إليها وإنها تم تركيبها عن طريق الفوتوشوب، وهذا يعني أن هذا الفيديو هو من قبيل الإشاعات والأكاذيب التي تهدف إلى النيل من شخصية الناشطة دنيا السطيفية. وقد أحدث هذا الموضوع ضجة كبيرة بين المتابعين والجمهور في الجزائر، إذا انتشر الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر الترند في البلاد. ومع ذلك فإن الحقيقة هي أن هذا الفيديو ليس لدنيا السطيفية، بل هو من إنتاج بعض المنتجين الذين يسعون لزيادة شهرتهم والحصول على المزيد من المشاهدات. ومع ذلك فإن الناس يجب أن يتعلموا أنه لا يجوز نشر أي معلومات أو فيديوهات تتعلق بشخصيات عامة أو خاصة إلا بموافقتهم الصريحة، وذلك حرصا على عدم المساس بخصوصياتهم وحرمة حياتهم الشخصية. من المهم أيضا أن يتحلى الناس بالحذر والتأكد من صحة المعلومات التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لتجنب الوقوع في فخ الأكاذيب والشائعات. وبكده أكون وضحت لحضراتكم بعض التفاصيل الكاملة حول الفيديوهات المنتشرة لصانعة المحتوى دنيا السطيفية. ده كان فيديو النهاردة، واشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.